مرحبا. كيك الفانيليا، كريمة الزبدة، وصفات عم تنطلب مني كل يوم تقريبا. لهيك فيديو اليوم رح يكون كيك الزبدة محشي ومغلف كمان بكريمة الزبدة ومزين بمناسبة المولد النبوي الشريف. رح يلزمنا للكيك دقيق، زبدة، سكر، بيض، فانيليا، حليب، بيكنج باودر، بيكنج صودا وملح. منخفق الزبدة والسكر حوالي 5 دقايق ليصير لون المزيج باهت ويتضاعف حجمه. بهالوقت نخلط المكونات الجافة مع بعض ومنتركها على جنب. بعد 5 دقايق من الخفق منضيف البيض وحدة ورا التانية مع الاستمرار بالخفق بعد كل وحدة. منضيف الفانيليا وبعدها منضيف على الترتيب تلت المكونات الجافة، نصف كمية الحليب، التلت الثاني من المكونات الجافة، النص الثاني من الحليب، وآخر شي التلت الأخير من المكونات الجافة. نخفق نص دقيقة وهيك صار خليط الكيك جاهز. يامي. ندهن صواني الكيك بزيت نباتي أو بالسبراي الخاص للكيك. نصب الخليط بالصواني وهالكمية بتعمل إما صينيتين 8 إنش أو 3 صواني 6 إنش. اليوم رح أعمل 3 صواني 6 إنش لأنه بدي كيك عالي. بنخبزهم على الرف الوسط وحرارة 350 فهرنهايت ل 35 دقيقة أو لحتى تدخلي فيهم توث ستيك ويطلع ناشف. لتحضير كريمة الزبدة رح يلزمنا سكر بودرة، زبدة وفانيليا. خفقي المكونات مع بعض حوالي 10 دقايق ليصير عندك كريمة متماسكة ولونها أبيض. بالسكين اقطعي القسم العلوي من الكيك ليصير سطحه مستوي. بعدها سقي اطراف الكيك بالسيروب او القطر المخفف. لا تسقي من المنتصف، ما بيحتاج لانه الكيك رح يكون طري وهش. بكيس التزيين عملي طبقة كريمة فوق اول طبقة كيك، ارجعي حطي فوقها الطبقة الثانية من الكيك وفوقها كريمة وبعدين اخر طبقة كيك. بعدها كمان بكيس التزيين غلفي الكيك بطبقة كريمة سميكة لحتى يتغطى كله. بالسباتيولا او اي اداة تانية انتي بتفضليها اسحبي كل الزوايد من الكريمة على الأطراف مع تدوير الكيك. كرري العملية لتحصلي على كيك ناعم وأملس من الجوانب. بعدها اسحبي الكريمة على حواف الكيك من برا لجوا ليصير سطحه مستوي مثل مو واضح. بس خلصتي حطي الكيك بالبراد على القليلة ساعتين قبل التزيين. لتزيين الكيك رح يلزمنا عجينة فوندن لون أبيض وأسود، كورن فلاور، رولر أو شوبك لفرد الفوندن، قطاعات على شكل نجوم، مشرط، جلاتر داست لون ذهبي وفضي طبعا قابل للأكل. العبارة يلي حابة تزيني فيها الكيك مطبوعة على ورقة A4 مع سطح صلب تحتها لسهولة القص. وهون بدي نبه لشغلة، قبل ما تبلشي تزيين تأكدي انه الكيك والعبارة يلي حابة تزيني فيها نفس الطول. هلأ بالمشرط منقص العبارة المكتوبة بحذر وبطء لحتى يكون القطع نظيف ومرتب. منرق الفوندن الأسود لحتى نوصل لسماكة ربع سنتي تقريبا. بعدها منثبت فوقها الورقة يلي قصينا منها العبارة ومنقطع من الفوندن نفس العبارة. منشيل الزوايد من الفوندن ومننظف بفرشاية صغيرة آثار الكورن فلاور. بس خلصتي لزقي العبارة على الكيك. إذا ما لزقت معك منيح حطي تحتها نقطة مي صغيرة بيمشي الحال. رقي الفوندن الأبيض، قطعي منه عدة نجوم وبفرشاية صغيرة دهنيهن بشوية مي، وبعدها وبفرشاية تانية ضيفي عليهن الجلاتر داست. اتركيهم حوالي نص ساعة ينشفوا منيح. بس نشفوا لزقيهم على الكيك وهيك بيكون صار جاهز. مولد مبارك للجميع. بتمنى تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم، ولا تنسوا لايك شير سبسكرايب حتى يوصلكم كل جديد مني أنا فافو. طروني next week بفيديو جديد ووصفة يمي. باي باي.